أعزائي المشاهدين والمستمعين على الهواء مباشرة من ديوان سيادة اللواء عبد الفتاح الشحات المرشح بكل مصداقية وبكل قوة مكتسح لعضوية برلمان 2020. بقول لك ألف مليون مبروك الاكتساح والتفوق يا سيادة النائب. الله يبارك فيك أستاذ أحمد فؤاد. سيادة اللواء، كلمنا بصورة أوضح عن رؤيتك السياسية لخوضك المعركة الانتخابية واكتساح وتفوق غير عادي تشهد له المحافظة ككل من جنوبها لشمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا كان لازم في بداية الترشيح يبقى في برنامج منظم يعتمد على المصداقية والواقعية، يعتمد على التواصل. طبعا احنا طبعا بالنسبه لطبيعه عملنا في الشرطه، انا اشتغلت طبعا 33 سنه في وزاره الداخليه. فتره العمل بالداخليه طبعا كنت متفرغ تماما للعمل بوزاره الداخليه في محافظات ثانيه. علاقاتي طبعا باهاليه في محافظه قنا وتشك وفرشور كانت من خلال يعني جلسات قليله جدا، لكن طبعا كنا بنتواصل من خلال خدمات او من هذا القبيل. الحقيقه كنت حريص على اني اعرض نفسي على جميع العائلات في ابو تشك وفرشوط في الدواوين. كان استقبال حافل واستقبال جيد. شعرت ان الناس عندها طموح، شعرت ان الناس متعطشه لخدمات، شعرت ان الناس في حاجات كثيره جدا جدا في خدمات ناقصه معها، خدمات على مستوى مجال الصحه ومجال التعليم ومجال الشؤون الاجتماعيه، طبعا مشاكل كثيره جدا في شبكات الطرق، شبكات الميه، الغاز، كل الحاجات دي كلها الناس بتشتكي من نقص منها. المزارعين القصب برضه بيشتكوا طبعا بالنسبه لسعر طن القصب. تقنين اوضاع برضو لخط الجبل برضو كان بيشتكي برضو من ارتفاع سعر المتر. شكوى المتكرره كتير جدا جدا طبعا كانت خاصه بالنسبه للمستشفيات، بالذات مستشفى ابو تشت، يعني ما فيش جلسه الا ويتم تناول الحديث بالنسبه لها. مستشفيات برضو كتير، مستشفى مفتوحه زي مستشفى سمهود، كلام كتير سمعته حوالينا ان المستشفى دي اصلا مجهزه وكل حاجه، لكن لغايه دلوقتي ما فيش في علامات استفهام طبعا عند الناس ليه ما افتتحتش. في بعض الوحدات الصحيه برضو تم طرحها لمقاولين ولغايه دلوقتي طبعا ما تمش البدء فيها، زي مستشفى العلامات. يعني يمكن النزيله اماكن كثيره جدا في فرشوط. يمكن اكثر ملف تعرضت له ملف الصحه كان بشكل كبير. الحاجه الثانيه برضو شبكات الطرق متهالكه بشكل غير عادي، خاصه برضو في سواء بالنسبه لابو تشت او بالنسبه لفرشوط. وطبعا ده كنا بنلاقي منه معاناه كثيره جدا جدا اثناء الجولات، وكان في تعطيل حتى لنا احنا شخصيا في الوقت. وبرضو بالنسبه للمزلقانات، المزلقانات يمكن الناس كتير برضو بتشتكي منها سواء في ابو تشت او فرشوط، دي عامله لهم مشاكل وعامله تكدس، وبالذات في فرشوط بتعوق حركه الاقتصاديه تماما، يعني لان فرشوط طبعا مدينه تجاريه، مدينه طبعا يمكن بيفد اليها يمكن 3 مراكز المحيطه بيقولها تجاريا، وغالبيه طبعا بيبقى من ناحيه المزلقان من الناحيه الشرقيه. طبعا انت عارف فرشوط اغلبها غرب المزلقان، فطبعا ده شكوى كتير. كباري برضو بتشتكي. الصرف الصحي طبعا برضو ما تعممش طبعا في كله، وخاصة يعني يمكن أكثر حاجة، يعني مش عايز أركز على فرشوط طبعا عشان ما يقولش توابتش ما يزعلوش، ولكن بقول أبرز الحاجات. يعني النهارده لما تبقى مدينة زي مدينة فرشوط النهارده ما فيهاش صرف صحي، ولغاية دلوقتي ما اتعملش فيها صرف صحي، طبعا دي مشكلة. فيها الترعة برضو، الترعة دي طبعا اتردم جزء منها طبعا، والمفروض باقي الترعة دي تتردم عشان تاخد شكل. نفس القصة برضو ردم الترعة اللي في مدينة أبو تشت. مدينة أبو تشت برضو الثانية برضو مشاكلها كتير جدا، برضو محتاجة كلها يعني يمكن توسع عمراني وكردون. لابد أن يكون المدن دي اتخنقت لدرجة طبعا أن هي مخنوقة ولا فيها طريق ولا الناس طبعا ما فيش أي توسعات عمرانية فيها، طبعا عاملة برضو أزمة عند الناس. الحاجات دي كلها طبعا لابد أن تكون إن شاء الله في الملف موجودة، وإن شاء الله نتناولها باهتمام. يعني
شاء الله. سيادة النائب، هناك تخوف من الناخبين بالبلد كده، بيقول لك احنا ممكن نديله صوتنا وما يخدمناش. النواب بتعمل لنا ايه الخدمات؟ هناك خدمات زي ما ذكرت، مذاكر جيد سيادة اللواء الشحات، مذاكر جيدا، امتياز مع مرتبة الشرف. لكن هل سيادة النائب هناك مشاكل في قصب السكر، اسعار قصب السكر؟ هناك مشاكل مراكز الشباب، هناك مشاكل في المستشفيات على مستوى المحافظة ككل، نقص في الأطباء في الوحدات الصحية. هل ملف سيادة النائب حيكون مختلف عن النواب السابقين بدون ذكر أسماء؟ هل هناك فعلا حنجد طفرة حقيقية وتكاتف النواب ككل، أبناء المحافظة يد واحدة، يكون أولياء في أولويات طلبات مقدمة لدى المراكز ككل، ولكن بحزمة واحدة؟ يعني نائب أبو طشت، نائب فرشوط، نائب نجي حمادي، نائب جنة يتكلم باسم المحافظة ككل بسبب ما نشاهد في باقي المحافظات. هل حيكون هناك ربط بين السادة النواب خطوا أصوات الناخبين؟ هل هناك حيكون في ربط حقيقي لتفعيل الخدمات على أرض الواقع؟ تأكيد. يعني أولا أنا بؤمن بحاجة، أي عمل النهاردة وبالذات كمان يعني يمكن بعض الناس ما تاخدش بالها منه، أي عمل لابد بيحتاج لإدارة منظمة. الإدارة المنظمة هي اللي بتنجح. العشوائية في الأداء بتاع النائب والنهارده اللي بيستنى لما حد يجي يقول له أنت عملت إيه وعملت إيه والكلام ده كله، الكلام ده بيؤدي إلى هروب حاجات كتيرة جدا منه وبيجي تشتته. تمام. أول حاجة طبعا أنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني تقريبا في حكم الموجودين مقر في مركز أبو تشت، مقر في مركز فرشوط، وإن شاء الله برضه هيبقى ليه مقر برضه في القاهرة في لحظة التواجد برضه في القاهرة لو في أي مشاكل برضه خاصة بالناس، والديوان موجود. وفوق ده كله انما ان انا وعدت الناس اثناء المرور عليهم، قلت لهم اولا انا هبقى ان شاء الله متواجد بشكل دوري، بمعنى ان انا مش هستنى لما تيجي تقول لي المستشفى دي او المدرسه دي او المشكله دي، لا ده انا هنزل لكل بلد وهتواجد مع رموز القريه وهقول ايه الاحتياجات اللي هي المشاكل اللي عندنا 1 2 3 4، بحيث انه يبقى لكل قريه او في بندر في ملف كامل. الملف ده طبعا هتناوله، لان في بعض الموضوعات طبعا انا النهارده لوحدي مش ملم بيها. الناس النهارده في حاجات بعض المشروعات الحكوميه الناس بدات خطوات جاده فيها ومشيت فيها ووقفت، يعني ممكن تخلص باقل مجهود، فيما لو اننا تدخلنا بشكل جد فيها بحيث تنتهي. وبالتالي لما يبقى عندي ملف لكل قريه وللبندرين انا عارف ايه اللي قدامي، اقدر اشتغل واقدر انظم واعمل اداره وانسق مع الساده النواب سواء نواب الشعب او الشيوخ تنسيق كامل، لان احنا كلنا بنبتغي المصلحه العامه. الناس دي جابتنا، الناس دي ارهقت النهارده للمره الرابعه، الناس تتوجه لصناديق الانتخاب لا تكل ولا تمل. وده شيء طبعا الناس دي لازم تاخد حقها كويس جدا، لازم تشعر ان هي يعني ما استقبلتناش ولا ما راحتش وجات على الصناديق ووقفت معانا. الناس دي كلها اقل شيء ان احنا لازم نكافح بكل ما اوتينا من قوه في سبيل الناس دي كلها، نعمل على حل مشاكلها ونتواجد وسطها. الموضوع مش موضوع النهارده ان انا انجح وبعد كده خلاص ما حدش يشوفني وابدا ابص للناس من فوق. انا اولا طبعا يمكن حرصت كل الحرص على انه قلت لهم انا عندي 4 خطوط دي، ما فيش حاجه اسمها شخصيه عندي، بكلم فيها بيتي زي ما بكلم اي حد فيها بيرن عليا، حتى لو كان عليا ضغوط في التليفونات. التليفون اللي هيجي لي طبعا بعد ما ينفض مولد الاحتفال يعني الفوز ان شاء الله، يعني اكيد الامور هيكون في فرق عمل متكامل من كل قريه، من كل في اداره. يعني لم يكون سياده اللواء حكر على عائله بعينها او فئه بعينها. يعني اولا انا يمكن لما قلت دايما انا نزلت على مبدا ان انا ابن وملك لكل بيت في مركز ابو تشت وفرشوط وهنا كمان، واخد راحتك، فبالتالي ما فيش ولا اي حد يقدر يزايد عليا. بالزبط. كل بيت يستطيع، انا قلت للناس بامكانك انك انت تستدعيني بالظبط تمام في اي وقت، ولدرجه لو تخبط على باب البيت تجيبني هجيب معاك عادي ما فيش مشكله، هتستدعيني هترن عليا هتجيلي هتلاقيني انا بشخص بفضل الله موجود. في حاجات مهمه جدا مش هخلي حد مش هعتمد فيها الا على الله وعلى نفسي فيها مع الناس، عشان خاطر طبعا ما حدش برضه، لانه طبعا طريقه التعامل بتبقى مختلفه.
يعني ان شاء الله انا متاكد بفضل الله. يمكن تعودنا في عملنا في البحث الجنائي لفترات طويله بالظبط. ازاي نواجه الازمات ازاي يبقى عندنا قدره على مقاومه الضغط الناس علينا والزحمه والكلام ده كله. ده امر بالنسبه لنا مهم. الملف اللي برضه لا يجب ان احنا نغفله برضه ممكن موجود، ودايما كنت بقول ان لابد ان اختيار الناس للمرشحين بالذات بالنسبه لمحافظه قنا لازم يبقى قائم على انه حد مهم او حد من الاعضاء. لازم حد من الاعضاء يبقى عنده خلفيه عن عمليه انهاء الخصومات. النهارده اولا ان لما نيجي النهارده نلاقي، انا بصيت لقيت يمكن في ال10 سنين الاخرانيين خصومات كثيره جدا نشأت في الفتره دي في عدد كبير من البلاد في المركز ابو تشت وفرشوط، اثرت بشكل كبير على علاقات الناس، على الامن، على الاقتصاد، على التنميه، على الاقتصاد بشكل كبير. النهارده يعني امور يمكن في بلاد وصل فيها عدد الخصومات ل6 خصومات و7 وتناحر كتير جدا بدون سبب، والخصومات دي برضو مهدده ان هي تستمر في اي لحظه وفي اي وقت. فدي برضو لابد. انا يمكن يعني الحمد لله من خلال عملي في المباحث خدت خبره كبيره في الخصومات دي، برضو هكون ليها دور كبير فيها. وهذا الملف لابد يكون من خلال لجان مصالحات منظمه بشكل جيد، ناس فعاله، ناس مقنعه، ان شاء الله نتولاها برضو نتبناها الى جانب الملفات الاخرى. ان شاء الله احنا نطالب بالاهتمام، يعني اغلب الشباب بنطالب بالاهتمام بقطاع الشباب ودعم المنظومه الصحيه والتربيه والتعليم والبنيه التحتيه ان شاء الله. النهارده سياده اللواء عبد الفتاح الشحات احنا نريد ان تبعث رسالتين. الرساله الاولى لابناء الدائره وابناء محافظه قنا ككل، تحب تقول لهم ايه؟ والرساله الثانيه تحب تحفز الساده النواب زملائك النواب للشعب والشيوخ، تحب تقول لهم ايه؟ نبدا بالرساله الاولى، رساله لجموع ابناء الدائره، تحب تقول لهم ايه؟ ابناء الدائره اقول لهم اطمنوا، انتوا اخترتوا صح، لان انتوا طلعتوا صح بدون توجيه، اديتكم صوتكم صحيح. الناس اللي اخترتوهم على ان شاء الله هيكونوا على مستوى المسؤوليه. الانتخابات كانت منتهى النزاهه، بالظبط، مفيش تدخل لا من القضاء ولا من القيادات الشرطيه تماما. وده طبعا افرز العناصر اللي هي الناس عاوزاها. لكن برضه في الحقيقه الاربعه اللي كنا في دور الاعاده ناس كلنا احسن من بعضنا يعني. وطبعا دي منافسه شريفه، والتوفيق ده بتاع ربنا في الاول والاخر. وبطمنهم ان شاء الله ان كل كلمه، انا كنت على فكره انا كنت بسجل لنفسي كل تعهداتي مع الناس، علشان بقول لهم انا لو اخليت باي التزام من اللي انا قلته واللي انا شرحته دلوقتي تمام واجهوني بيه وانا مستعد للمواجهه. انا مش بقول كلام وانا ما بحبش، يعني انا قلت لهم انا لن اختم حياتي بكذب ولا بنفاق ولا بضحك على الناس. لست في حاجه تمام الى المنصب كي اسلك منصب مبدا الكذب يعني، انما بعتمد على المصداقيه وعلى الواقعيه معاكم تمام. وانا ايديا في ايديكم، وانه بجهود الشباب وبجهود رموز القرى انا متاكد ان شاء الله باذن الله الملفات دي كلها هتبقى ماشيه على نهج واحد. وبقول للساده النواب يا ريت يعني كلنا نبقى ايد واحده، كلنا نتعاون تكاتف، بحيث ان احنا الخريطه او الحاجات اللي هي الاحتياجات المحافظه او احتياجات المراكز نبقى كلنا على صف واحد فيها، بحيث ان احنا ندفع مع بعض على اساس، لان الصوره في النهايه لما بتهتز هي ما بتهتزش صوره واحد او اثنين، بتهتز صوره الكل. لما بينجح الكل بالنجاح بيتحسب للكل برضه. بالظبط. الانانيه مش هتنفع في الاداء، مش كل واحد عاوز يظهر، لا احنا لازم بالزبط. كلنا نظهر بشكل واحد. الناس انتخبتنا مره واحده، يبقى لازم احنا نأدي لهم بشكل كرجل بالزبط. واحد باذن الله ان شاء الله. في نهاية لقائنا نشكر حضرتك ومزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله، وإحنا في انتظار إن شاء الله الرسائل اللي يبعثها النائب عبد الفتاح الشحات، السيد اللواء النائب عبد الفتاح الشحات. نطالب إن شاء الله، نطمن السادة المزارعين، نطمن إن شاء الله حيكون في كلام على سعر القصب، عايزين يكون في ارتفاع إن شاء الله في طن القصب. هننتظر أيضا طبعا وسائل الكيماوي يمكن وإن شاء الله الكيماوي لم يصل إن شاء الله أيضا
أيضا حنشوف تنمية لمحافظة قنا ككل، بغض النظر عن المراكز بعينها، ولكننا نريد أن نشوف تنمية حقيقية على أرض الواقع في محافظة قنا ككل. نشوف المنظومة الصحية والمنظومة الرياضية ومنظومة الصرف الصحي. أيضا هناك مشاكل بالجملة كما وعد سيادة النائب عبد الفتاح الشحات. في نهاية لقائنا نشكر حضرتك وبنقول لك مزيد من النجاح والتقدم. شكرا يا أستاذ أحمد، شكرا. أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، على الهواء مباشرة من داخل مضيافة سيادة النائب عبد الفتاح الشحات بمناسبة تهنئته اللقاء الحصري والبث المباشر كما وعدنا على الهواء مباشرة بالوقوف بجوار أبناء المحافظة ككل. محافظة قنا سوف ترتقي بسواعد الشباب، سوف ترتقي بالسادة النواب سواء نواب الشعب أو الشيوخ. أنتم اخترتم وخير من يمثلنا تحت قبة البرلمان، فرسالة أيضا نطلقها من هنا من خلال البث المباشر في ضيافة السيد اللواء عبد الفتاح الشحات. أصواتنا أمانة في رقبتكم، أصواتنا أمانة في أعناقكم. هناك محدود الدخل والبسطاء لابد أن يكون هناك ارتقاء حقيقي بمحافظة قنا. لم يكون هناك كلام، ولكن نريد منكم الأفعال على أيدي الأفعال بيد واحدة نحو التقدم والازدهار. ونحن فخورين جدا بنوابنا، نحن مسؤولين أمام الله بإفرازكم تحت قبة البرلمان، كما أنتم مسؤولين أمام الله أن تراعوا المصلحة العامة في الأول والآخر. كان معكم أحمد فؤاد وبث مباشر ونقل الحقائق لحظة بلحظة. تابعونا. شكرا.